ازاي احسن من حياتي او افكر بطريقة صحية؟ ازاي؟ لاني دايما في كسل ومش بعمل حاجة غير لو حد طلب. الاجابة في اخر السؤال ان احنا ان انت هنا المشكلة ان انت ما بتعملش الحاجة غير لما حد يطلب منك، فانت اتعلمت ان انت ما تتحركش غير بالطلب خارجي. مشكلة الطلب الخارجي ان هو بيمثل ضغط بالنسبة للانسان، فبيبقى عبء بالنسبة له، ما بيبقاش حاجة مريحة ولا حاجة بتديله طاقة، بتبقى واجب عليه ان هو يعملها. فطريقة التفكير دي بالكامل طريقة تفكير بتخلي البني آدم باستمرار كسول، باستمرار خملان، مستني الحد اللي هو يزقه أو يجبره أو يحمسه. بس المشكلة الأساسية فين؟ إنه حماسك مبني على الخارج، ودي حاجه انت محتاج تتعلمها. لان احنا كلنا بنتولد كده، بنتولد ان احنا بنبقى معتمدين في توجيه خارجي، ومحتاجين ان احنا جزء من نضوجنا النفسي ان احنا نكتسب التوجيه ده، ان احنا اللي نبتدي نوجه نفسنا. ودي بتولد طاقه رهيبه جواك. لما انت يكون عندك رغبه تجاه حاجه نفسك فيها، بتلاقي نفسك ان انت عايز تفرك عشان تحققها. بتبقى عادة المشاكل اللي بتحصل في وقت ان حتى لو عندك رغبة بتلاقي نفسك كسلان، ان انت بتبقى مبالغ في رغباتك اللي هي بتبقى اكبر من امكانياتك، وبتبقى راضي تعترف ان انت امكانياتك اضعف بكتير من رغباتك، فبدل ما بتنمي امكانياتك بتفضل حاطط ايدك على خدك. فهنا لما تحط رغبة محتاج تستوعب انه الرغبة دي انت هتنفذها بنفسك، ومش دايما هيبقى عندك المهارات الكافية اللي تعرف تساعدك تحقق الرغبة دي. فتستمتع بنموك النفسي والجسدي في مهاراتك علشان تساعدك لتحقيق رغباتك، فتبقى إنسان عايش بقوة وبإنسانية. فده التفكير اللي هيساعدك ان انت تنطلق، تبقى دايما متحمس يوميا لما يكون الموضوع خارج منك. انت اللي عايز تكبر، انت اللي عايز تحسن من نفسك، انت اللي عايز تحقق. غير كده تفضل كسلان.